عنتر يحيى الأقرب لخلافة فلاديمير بيتكوفيتش. السؤال المطروح: هل جلب مدرب جديد هو الحل؟ ماذا عن المنظومة التي فشلت في تحقيق الأهداف المسطرة؟ زعما كان كاين مشروع من الأساس؟ المحاسبة ثم المحاسبة ووضع النقاط على الحروف. السلام عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. تفاصيل مهمة جدا سنتحدث عنها في هذه الحلقة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وأيضا تفعيل الجرس والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. نبدأ بالموضوع الأبرز واللي هو الحديث وأيضا كثرة الكلام حول اقتراب اللاعب الدولي السابق عنتر يحيى من الإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني خلفا للمدرب الذي سيغادر فلاديمير بيتكوفيتش الذي أثبت فشله، ولو أنه أثبت فشله ليس وحده فشل وإنما كان فشل جماعي وليس فشل لفلاديمير بيتكوفيتش وحده. الآن السؤال المطروح: هل سيكون ربما جلب هذا المدرب الجديد هو الحل بالنسبة للكرة الجزائرية وبالنسبة للمنتخب الوطني؟ لأنه لو كان نعود نولوا للسنوات الماضية كان المنتخب الوطني هو الشجرة التي تغطي الغابة، وكنا ننتظر دوما تجديد، ننتظر مشاريع، ولكن مع الأسف المشاريع لم تأتي وسنتحدث عنها بالتفصيل في هذه الفيديو. الحاجة الأولانية: هل عنتر يحيى أولا كفء لإدارة والوقوف على المنتخب الوطني وعلى رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني؟ لأنه أنا كنت بالأمس قلت أنه الأفضل للمنتخب الوطني الجزائري أن يكون مدرب محلي، ولكن عندما نرى السيرة الذاتية تبع المدرب عنتر يحيى مع الأسف ليست لديه ربما سيرة كبيرة وحتى ربما تجربة ميدانية كبيرة جدا. ولكن نترك هذا على جنب ونتحدث عن الموضوع الأبرز، ألا وهو: هل جلب مدرب جديد في الوقت الحالي هو الحل؟ لأنه رانا نشوفه باللي المنظومة تقريبا فشلت فشلا ذريعا خلال السنوات الماضية، ونبدأها منذ مغادرة الناخب السابق جمال بلماضي، لأنه تلك المرحلة قلنا باللي بعد جمال بلماضي ربما تكون تجديد على مستوى جميع الفئات، ربما سنشاهد منتخبات شبانية، نرى تجديد على مستوى المنتخب الوطني، ربما أيضا نشاهد ربما المنتخب المحلي يقدم في مردود جيد. ولكن مع الأسف لم يكن هناك تطور لا على مستوى الكرة الجزائرية ولا حتى على مستوى ربما المنتخبات الوطنية. وسنتحدث بالإحصائيات. نحن هنا لا نتهجم على أي أحد، وإنما نتحدث وفقا للمعطيات اللي راهم عندنا. نبدأ بالحاجة الأولانية واللي هي الشجرة التي تغطي الغابة، ألا وهو المنتخب الوطني الجزائري. ماذا حقق تحت قيادة فلاديمير بيتكوفيتش هذا المدرب الذي أتى عاث فسادا في المنتخب الوطني؟ لم يمنح الفرصة للشباب، لم يبني لنا منتخب. صحيح حقق أهداف كانت ربما سهلة على الورق وربما لأي أحد كان يمكن أن يحققها، ألا وهي تجاوز الدور الأول من كأس إفريقيا وأيضا التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي يتأهل منها 10 منتخبات، وأيضا في مجموعة ضمت الصومال، بوتسوانا، الموزمبيق، غينيا، بالإضافة إلى أوغندا، وهي تقريبا كلها مجموعة في المتناول. هذا من جهة. أيضا تجاوز الدور الأول في كأس العالم، شاهدنا عدة منتخبات حتى متوسطة ووصلت إلى الدور الثاني من كأس العالم، لأنه أصبح 48 منتخبا يشارك في البطولة ويتأهل 32 منتخب. النقطة الثانية: ماذا حدث بالنسبة ربما للمنتخب المحلي الذي ربما كان يجب أن يتم تحضيره وأيضا أن يحقق نتائج، يجب أن يكون خزان للمنتخب الوطني وأيضا تصعيد الشباب؟ ولكن ذهبنا إلى المشاركة في الشان وخرجنا بخفي حنين أمام منتخب كان يتواجد في حرب وكلهم تعرفونها، المنتخب السوداني. نتمنى من الله عز وجل أن يصلح حال هذا البلد وأن يعود له الأمن والاستقرار. أيضا خرجنا بفضيحة مدوية بالخروج بركلة ترجيح أمام هذا المنتخب الذي كان في حرب. وأيضا بعدها ذهبنا للمشاركة في كأس العرب وخرجنا أيضا بفضيحة كبيرة جدا، ألا وهي الخروج أمام منتخب إماراتي، دويلة ليس لها باع في كرة القدم، معظم لاعبيها مجنسين ومن دول مختلفة. خرجنا بفضيحة وهذا ولم تتم المحاسبة. جاء مجيد بوقرة ورحل كما جاء، ولم تكن هناك أي محاسبة وتم حل ذلك المنتخب. أيضا بالنسبة للفئات الشبانية، ماذا حققت الفئات الشبانية؟ شاهدنا عدم تأهل المنتخب الوطني
لأقل من 20 سنة لكأس إفريقيا. شاهدنا أيضا تأهل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الذي يعتبر خزان ومكنونات من المواهب الشابة. مع الأسف لم نشاهد لا مستوى ولا أداء ولا حتى ربما ذلك المردود المتميز. ومع الأسف خرجنا يعني بخفي حنين أيضا من كأس إفريقيا، وتأهلنا بالقرعة لكأس العالم مع المدرب أمين غيموز الذي أثبت الفشل تاعو. مع كل احتراماتنا ليه، نتحدث نحن عن كلام عام، لسنا نشخصن مع أي أحد، نتحدث عن ما قدمه هذا المدرب، لأنه لا أسلوب لا طريقة لعب ولا هم يحزنون. أيضا في سنة 2024 فشلنا في التأهل إلى الأولمبياد، حتى مجرد التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا المؤهلة للأولمبياد فشلنا فيها فشلا ذريعا ولم نستطع التأهل. وهذا سؤال يطرح أكثر من مرة لأنه خرجنا من الدور التصفوي. هذا من ناحية. أيضا تلقي نظرة إلى مشاركات الأندية الجزائرية في المنافسات القارية، ولا فريق في آخر 10 سنوات أو حتى 12 سنة لم يستطيع الوصول إلى نهائيات كأس دوري أبطال إفريقيا، باستثناء ربما اتحاد العاصمة الذي يشرف في كأس الكونفدرالية وهي أضعف من دوري أبطال إفريقيا. فمنذ وفاق سطيف الذي توج بآخر دوري أبطال إفريقيا لم نشاهد أي فريق يستطيع أن يقدم مثلا ما قدمه الوفاق وحتى اتحاد العاصمة الذي خسر أيضا دوري أبطال إفريقيا. الآن يبقى السؤال مطروح: من سيحاسب كل هذه المنظومة التي فشلت فشلا ذريعا؟ نتحدث بالإحصائيات وليس بلغة الخشب ولغة ربما التطبيل أو لغة ربما التهجم، نتحدث بمنطقية وبموضوعية وبصراحة. ماذا قدموا للمنتخب الوطني الجزائري الأول أيضا الذي فشل؟ كان هو ربما المنتخب الشجرة التي تغطي الغابة والتي تغطي ربما على كل الأوضاع السيئة التي تمر بها الكرة الجزائرية، ولكن مع الأسف فشل وظهرت الآن الخبايا وظهرت أيضا كشف المسطور. فمن سيحاسب؟ وهل سيكون هذا المدرب عنتر يحيى قادر على قيادة المنتخب الوطني إن تم تعيينه؟ لأنه عندما يكون ربما لا يكون مشروع بعيد المدى، لا يكون مشروع للتشبيب، لا يكون مشروع لبناء منتخب وفئات شبانية، لا يمكن أن تنتظر نتائج متميزة إذا كنت تواصل بنفس الاستراتيجية وتبحث عن نتائج مختلفة. هذا لن يحدث في قوانين كرة القدم وفي السنن الكونية وفي أي شيء يتعلق بالحياة. الآن يجب المحاسبة ثم المحاسبة ثم المحاسبة والتقييم لكل ما مر خلال السنتين أو 3 سنوات الأخيرة، لأنه بدون محاسبة لن يكون هناك عدل ولن تكون هناك تغيير ولن تكون إرادة للتغيير. نحن نتحدث لأجل المنتخب الوطني، لا نخدم أشخاص ولا نخدم فئات ولا نتهجم على أشخاص، نتحدث بموضوعية، نتحدث بكل منطق. والأفضل بالنسبة للمنتخب الوطني قادم بإذن الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وأيضا تفعيل الجرس، وأيضا شاركونا بآرائكم في التعليقات. السلام عليكم.